السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ طبعًا معروف عن المسقعة إنها بتحمي على القلب يعني، وناس كتير ما بتحبهاش عشان بتحمي على قلبهم، لكن أوعدكم المسقعة ديّة خفيفة على قلوبكم بإذن الله، خفيفة وطعمها حدوتة بجد. جربوا الوصفة دي هتعجبكم أوي. مقاديرها سهلة وبسيطة. طبعًا قبل ما نبتدي الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مكونات سهلة جدًا، هنحضّر بقى بتنجانتين هنقطّعهم. طبعًا أنا ما رضيتش أطوّل عليكم وقطّعت المكونات. هنقطّع بتنجانتين رومي بالطول، وهنقطّعهم ح مكعبات، هنحط عليها عصير البتنجان، عصير ليمون ورشة ملح كويسة عشان تصفّي المَيّة بتاعتها. وطبعًا البطاطس أنا حاطاها في مَيّة لحد ما أقليها. طبعًا قليت البطاطس وهاقلي دلوقتي معاكم البتنجان وهنقلي الفلفل. البتنجان بعد ما بارُش الليمون الليمون عليه والملح، باسيبه ربع ساعة أو نُص ساعة ينزّل المَيّة بتاعته، وبعد كده باشطفه كويس جدًا بالمَيّة، وباحط عليه معلقتين نشا. المقطع دهوّة باحط عليه على البتنجان معلقتين نشا. الحكاية دي كلّها علشان خاطر البتنجان ما يشربش زيت معانا، وفعلًا حرفيًا ما بيشربش زيت. الوصفة دي خفيفة أوي، أوي في أكلها بجد، ما بتتعبش وتاكلي ما تشبعيش منها حرفيًا. جميلة جدًا. امشوا بس بنفس الطريقة وإن شاء الله هتعجبكم. طبعًا قلينا البتنجان وقلينا الفلفل وكل حاجة، وهنضيف معلقتين 3 زيت ومعلقة كبيرة توم. التوم هنشوّحه لحد اللون ما يبقى دهبي. هانزل عليه بمعلقتين خل ورشة سكر. معلقتين خل أهوّة ورشة سكر. وبعد كده إن شاء الله هانزل بمكعبات الطماطم، هتاخد غلوتين بس. وبعد كده هانزل بنُص كوباية مَيّة. التوابل عبارة عن فلفل أسود، كمون وكزبرة، من كل حاجة نُص معلقة، وملح طبعًا. هنضيف الحاجات اللي إحنا قاليينها طبعًا البتنجان والفلفل، وهتاخد بس غلوتين مع القوطة اللي إحنا مقطعينها ومديناها غلوتين 3. بس وصفة سهلة جدًا وطعمها بقى بصراحة يعني مميز. جربوها وهتعجبكم بإذن الله. اللي وصل لحد هنا أنتم أجدع ناس. يالّا حضّري بقى العيش وكُلي أحلى مسقعة. يالّا شوية بقى جرجير وشوية بصل أخضر، شوية مخلل، وكُلي يا حبيبة قلبي. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.